استاذه. نعم. في فلوس وقعت منك وهم خدوها. انت مجنونه؟ انت بتقولي اي كلام؟ انا شايفاكوا بعينيا، صاحبتك رجعت لك الفلوس وانت خدتيها. احنا جايين يا حبيبتي عشان نشتغل مش عشان نسرق، وخليكي واقفه في طابورك وانت ساكته احسن لك. وانت بقى اتفضلي ارجعي في اخر الطابور عشان احنا غلطانين احنا وقفناكي قدام. اتفضلي. حاضر. تعالي اقفي قدامي. شكرا. هو انت ليه سكتي وهم خدوا فلوسك وانا شايفاهم بعينيا؟ يمكن نسيتهم في البيت، او ممكن اتسرقوا. مش مشكله، انا مسامحه. سبحان الله. بصي خلي دول معاكي، انت حامل وهتحتاجي فلوس في اي وقت. شكرا. مش عارفه اقول لك ايه والله، بس انا ممكن اخد رقمك واحول لك الفلوس فودافون كاش لما اروح البيت. حاضر يا ستي، خدي سجلي رقمك. انت اسمك ايه؟ انا اسمي شيماء، وحضرتك اسمك ايه؟ اسمي نهى. ماشي. بصي ده رقمي. تمام. انا رنت عليكي اهو. ماشي. تمام. مالك في ايه؟ تعبانه شويه. المفروض والله الاستاذه اللي قدام تحس يعني وتوقفك قدام. جريه يا ستي يا ام قلب حنين، مش ناقصين والنبي افلام دراميه على الصبح، واخرسي بقى شويه وخلينا نخلص. والله هو المفروض. خلاص انا تمام يا استاذه. بقول لك ايه، انا نفسي اخش الحمام قوي بس خايفه يندهوا عليا. طب بصي ادخلي انت، ما تقلقيش، ولو ندوا عليكي انا هرن عليكي واقول لهم ان انت هنا ويستنوكي. ماشي، ربنا يخليكي. شكرا. شكرا. يلا يا جماعه جاهزين للانترفيو؟ اه يا فندم مجهزين. معلش بس ممكن ثواني بس عشان في واحده حامل معانا ودخلت الحمام. يا استاذه ماليش علاقه بالكلام ده، انتوا المفروض كلكم دلوقتي تخشوا على الانترفيو. معلش بس ده هي تعبت قوي ودخلت الحمام، انا هرن عليها دلوقتي. طب وانت شايله همها ليه؟ ما تبص لمصلحتك. معلش بس دي حلقه انسانيه وهي تعبت وكان لازم تخش الحمام. واحنا مالنا احنا بالكلام ده؟ احنا عايزين نخش الانترفيو لو سمحتي يا استاذ. ايوه احنا مالناش دعوه بحد، احنا اصلا جاهزين، يعني المفروض ندخل. طب خلاص تعالوا اتفضلوا انتوا، لما تيجي انا ادخلها. طب معلش يا استاذ ممكن بس استاذنك انا استناها وانا هستعجلها في التليفون. خلاص تمام، استنيها واول ما تيجي ادخلي بيها. انت ما بترديش لي؟ مش وقته. هطلع رساله. بصي يا حبيبتي، هو الانترفيو بدأ وانا قلت لهم ان انا هستناكي، فاول ما تشوفي المسج دي اطلعي على طول من الحمام، خشي على الانترفيو على طول عشان هو بدأ. ماشي؟ هو انت ايه اللي انت عملتيه بره دوت؟ احنا المفروض اصلا نبقى عدد قليل عشان خاطر نتقبل في الوظيفه، مش يمكن هي اللي تاخد مننا الوظيفه عشان هي حامل بقى وتتصعبن عليهم والكلام ده. انت ايه مشكلتك؟ وبعدين الارزاق على الله يعني، حبي لها الخير زي ما انت حباه لنفسك كده. معلش بقى، احنا بنحب الخير لنفسنا بدل ما نحبه لحد تاني، يعني ليه حد يجي ياخد الرزق اللي ممكن يبقى لينا؟ يعني ده ايه ده؟ سبحان الله، ربنا يهديكوا والله. انت اتاخرتي كل ده ليه؟ غصب عني والله. وبعدين انا اول ما سمعت الرساله جيت على طول. ربنا يخليكي يا رب، وان شاء الله تتقبلي في الوظيفه. ربنا يكرمك يا رب على وقفتك معايا. الاستاذه شيماء. نعم. يلا عشان الانترفيو. والله يا شيخه انت منك لله، انت اللي هتتسببي في ان هي تتقبل عننا. ربنا يكرمك. انا مش عارفه ايه الناس دي بجد. بصوا يا شباب، احنا هنعمل الانترفيو هنا، وصاحبه الشركه هي بنفسها اللي هتطلع تعمل الانترفيو معاكم هنا. تمام. هقدم لكم صاحبه الشركه. ايه ده وقفتوا ليه؟ اتفضلوا اقعدوا، شركتكم. هو انت ايه مش ده حامل؟ ازاي؟ مش انت حامل؟ لا معلش مش حامل والله، ده كان اختبار ليكوا بس. اختبار ازاي؟ يعني ايه انت صاحبه الشركه بجد ولا ايه؟ اه طبعا. ايه جديده ولا ايه؟ انا صاحبه الشركه كنت بعمل لكم اختبار بسيط، وللاسف انتوا الاثنين فشلتوا في الاختبار. اختبار ايه يعني؟ احنا جايين نعمل انترفيو ولا جايين نعمل اختبارات؟ ما هو طبعا، ما هو من اساس الشغل انك تكوني امينه، واظن انتوا الاثنين ما عندكوش اي امانه ليه ان شاء خالص. الله؟ يعني ليه بقى ان شاء الله بتقولي كده؟ هو احنا عملنا ايه ما يعني؟ شفتيش الفلوس اللي وقعت مني ورحت انت برجلك مرجعاها لصاحبتك؟ وديت طبعا الاستاذه نهى يعني ما رضتش تشارك معاكم في الجريمه اللي انتوا عملتوها، وبصراحه كانت وفيه وانسانه كويسه جدا. بس ده ما حصلش. هي ممكن تبقى كدابه على فكره عشان تاخد الوظيفه مننا، يعني مين اللي قالك ان احنا طب عملنا وهي كانت كده؟ تعرف منين ان انا صاحبه الشركه؟ انا صعبت عليها، كنت واحده حامل قدامها وصعبت عليها، وهي حبت تساعدني وهي مش مستفاده مني اي حاجه خالص. انما انت قعدتي تزعقي وتتكلمي وحضرتك بتبجحي اخر بجاحه. بصراحه ما شفتش اتنين زيكم قبل كده. طب انا بناء على ايه يعني اخليكم موظفين في شركتي؟ عشان معاكم كورسات ولا شهادات؟ طب انا امنكم ازاي على فلوس؟ ده انا عندي فلوس داخله وفلوس خارجه وملايين، امنكم ازاي عليها؟ قولوا لي طيب، انتوا لقيتوا 300 جنيه في الارض
كانكم لقيتوا مليون جنيه رجعتيها بالشوز على طول لصاحبتك، وصاحبتك خدت حطت في جيبها، حتى ما صعبتش عليكم خالص. طب يعني او يعني قبلكم بناء على ايه؟ قولي لي انت لو انت مكاني يعني. قولي لي ردي. حضرتك احنا ما كانش قصدنا يعني. بجد والله. طب ويا ترى ال 300 جنيه مع مين فيكم؟ عشان انا بس عايزه فلوسي بعد اذنكم يعني. ليه بقى؟ لان الكاميرات مسجله كل حاجه، وانا ممكن على فكره احبسكم انتوا الاثنين. فانا يعني هستغفر انا كده فلوسي كنت ترجع. هرجعهم لحضرتك. يا ترى ناقصين ولا زي ما لا هم؟ لا لا زي ما هم. هم 300 جنيه. امال لو انت مسؤوله عن ملايين في الشركه هتعملي ايه؟ هتسمسري 50,000 100,000؟ اكيد لا طبعا. اكيد لا. طب انا عندي يعني وظيفه حلوه قوي، ممكن تشتغلوا في البوفيه لو عايزين، ايه رايكم؟ في البوفيه؟ اظن ده ما فيهوش فلوس، اخركم بس هتعملوا شاي قهوه لو عايزين. استاذه نهى انا من غير اي حاجه وافقت عليها على البوزيشن اللي انا كنت اعلنت عليها، وهي اكفأ حد ان هو يشتغل معايا في الشركه وتكون مسؤوله عن كل حاجه. هي اكفأ حد؟ طبعا. ولو انتوا عايزين تشتغلوا انا ممكن اشغلكم عادي، انا ما بحبش اقطع رزق حد. البوفيه عندكم ممكن تشتغلوا انتوا الاثنين. ليه هو احنا واخدين كورسات عشان نيجي نشتغل في البوفيه حضرتك؟ ما هي الكورسات دي عايزاك تبليها وتشربي ميتها بجد؟ عشان ما فيش امان، اخرك بس تقفي على الشاي والقهوه. طب على ايه بقى؟ لا ميرسي جدا. شرفتونا. اتفضلي يا استاذه نهى، ايه اللي موقفك؟ اقعدي. انا مش عارفه اشكرك ازاي. اولا على اللي انت عملتيه معايا، ساعدتيني وانت ما تعرفينيش وانا كنت تعبانه قدامك، وحتى ما كنتش عايزه تخشي الانترفيو غير ما انا اكون معاكي يعني. انا ما عملتش حاجه، ده اي حد المفروض مكاني يكون يعمل كده. لا بصي انا مبسوطه منك جدا. اولا هو انا عرفت كده من استاذ حسام انك يعني مش حاصله على كورسات، بس انا هكتفي بالشهاده بتاعتك وهنديكي دورات مجانيه من عندنا. شكرا. وكمان البوزيشن انت اتقبلتي خلاص فيه، وكمان في شهر مكافاه ليكي. شكرا. واي حاجه تحتاجيها مش هتروحي ابدا للمدير، انت هتجيلي انا على طول. ربنا يخليك. وتقدري من النهارده تستلمي الوظيفه بتاعتك. وبجد شكرا على امانتك، وانا هعمل بارتي كده صغيره في الشركه هعزم فيها كل الموظفين عشان نحتفل بيكي. انا ما عملتش اي حاجه والله. لا بجد ميرسي لامانتك، انت شخص كويس، وقليل قوي ما نلاقي حد امين كده وكويس غير اللي طمعوا في 300 جنيه. هم معاهم ملايين كانوا عملوا ايه دول؟ ربنا يهديهم. يلا انا هقوم انا عشان عندي شغل كتير، ولو احتجتي اي حاجه كلميني. شكرا. يعني اذنك. اتفضل.